فكل الأنظمة لهذه الكيانات الغير الشرعية. اليوم كنشاركوا في المسيرة ديال مدينة الدار البيضاء، هذه المسيرة المليونية اللي كتنظم بعد ما تم تنظيم وبنجاح كبير المسيرة اللي كانت في الرباط نهار 15 أكتوبر، حتى هي كانت مليونية. والشعب المغربي قاطبة كيوجه واحد النداء اولا للمنتظم الدولي باش يتدخل من اجل ايقاف الحرب والتقتيل وهذه الهجمه الغير مسبوقه واللا انسانيه مارسها الكيان الصهيوني على شعب عزل كغزه. وهذا الشيء ما يمكنش يقبلوا اي انسان اللي كيقول انا انسان، والا لولا الارض فيها الوحوش هذه مساله وحده اخرى. اذا نحمل المنتظم الدولي مسؤوليته في اولا في ايقاف الحرب، ثم ان يعمل من اجل انهاء هذا الصراع اللي فيه نصرة الظالم على المظلوم. بغينا اننا يتم انتصار القضية الفلسطينية العادلة باش تبنى الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وهذا الشيء ما يمكنش يقبلوا اي انسان اللي كيقول انا انسان، والا لولا الارض فيها الوحوش هذه مسألة وحده اخرى. اذا نحمل المنتظم الدولي مسؤوليته في اولا في ايقاف الحرب، ثم ان يعمل من اجل انهاء هذا الصراع اللي فيه نصرة الظالم على المظلوم. بغينا اننا يتم انتصار القضية الفلسطينية العادلة باش تبنى الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وانه يتم العودة ديال اللاجئين وتحرير الاسرى وتدخل الدولة المغربية والدول المتطبعة. لان هذا التطبيع راه آلية كيستعملوا الكيان الصهيوني من اجل عزل القضية الفلسطينية ليسهل عليه يعني تصفيتها وابادة الشعب الفلسطيني. فلا بد لنا اليوم والشعب المغربي قاطبة يقول لا للتطبيع، نعم لدعم الشعب الفلسطيني، لا للغطرسه ديال الكيان الصهيوني. الدوله المغربيه خصها تسمع وخصها تقفل المكتب ديال الاتصال اللي كاين في الرباط، وانها تلغي الاتفاقيه الابراهيميه المشؤومه وكل ما نجم عنها من اتفاقيات بين مزدوجتين تجاريه وثقافيه، لاننا احنا ماشي مصلحتنا فيها، مصلحه الصهاينه فيها، وحنا ما بغيناش استعمار جديد يستعمرنا. وكنقولوا حتى الدول المطبعه الاخرى انها لن تجني من وراء التطبيع الا الويلات والخذلان. بركه من الركيع، بركه من الذل والهوان. آن الأوان باش تحرر الشعوب ونبنيو في دولنا العربية والمغاربية والإسلامية الديمقراطية ودول الحق والقانون والحق والعدالة والتوزيع العادل الثروة، ونوصلوا من عبيد مستعبدين إلى مواطنين كاملين المواطنة في دول فيها خيراتها. حنا اللي خصنا نستافدوا من هذه الخيرات، ماشي نخليو الصهاينة يجيو يسرقوا الخيرات ديالنا. واليوم هذه الهبة الشعبية خص يكون ما وراءها، يعني الدولة راهي في خدمة الشعب، والشعب يقول لها لا للتطبيع، نعم لدعم الشعب الفلسطيني ولا لهذه الغطرسه ديال الكيان الصهيوني، وليتحمل كل واحد مسؤوليته فيما يجري. وحنا كشعب مغربي ما غاديش نسكتوا الى حين، كنقولوا كلنا فلسطينيون، الى حين احقاق كل الحقوق المشروعه والتاريخيه ديال الشعب الفلسطيني المكافح اللي من المغرب كنوجدوا له اقوى واطيب تحيه، وكنقولوا له انها لثوره حتى النصر.